السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو القصير. هذا الفيديو يعني حبيت أن نعت لكم خمالة المطلوع يعني بطريقة جديدة، يعني المعتادة أنه كل خبيزة وحدها. هنا درتهم الموديل درتو لاصق مع طرشونة أو فوطة أو سيرفيات أو سيرفيتا كبيرة. شوفوا بالنسبة يعني التقراص تحبي ديري 3 منا وثلاثة منا، 3 خبزات منا وثلاثة منا وتغطيهم بالفوطة. بالنسبة لي طريقة الغسل يعني نحبذ أنها ما تكونش في ماكينة الخياطة، هكذا راها مخدومة بلاوات باش لاوات تاعنا ما يديرش هذوك لي بول. ديريها في بسينة يعني أو حوض بلاستيكي، ديري فيه الماء والصابون ويعني وغسلي في الحوض بهذه الطريقة يعني، وحكيهم خليهم وشليهم ومن بعد خليهم يعني يقطروا. بعد ما يقطروا رايحة يعني الطريقة تاع يعني تنشريهم بهذه الطريقة، يعني تنشريهم بهذه الطريقة بعد ما يعني يقطر منهم الماء هكذا باش يبقى واللي يبقى لاوات يعني يبقى مليح، ما يقعدش مكربع ويعني يفسد لنا الخبزة تاع المطلوع باش يبقى مستوي. طبعا هز لي 2 من القماش و13 متر من البيي ان كوتون. خبيزات يعني جو كبار ما شاء الله. هنايا درتهم امبالاج، يعني درتهم في كيس بلاستيكي الخاص به هكذا، جاي يعني من اروع ما يكون. هنا خدمت واحد ليتيكات يعني طبعتهم فيهم الاسم تاع المنتج تاعي، الاسم تاعي مع رقم الهاتف. خدمناهم اونساتا يعني طبعناهم عند وحده وهكذا باش نعرف يعني باش يبان المنتوج تاعي. اذا ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ربي يتقبل منا الطاعات والعبادات وصالح الأعمال يا رب العالمين. ربي إن شاء الله يتقبل منا. إذن عزيزاتي دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء مع ألف ألف سلامة.